الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزي عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وآته الفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها خير ما أوصى به مسلم مسلما. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واعلموا رحمكم الله أنما هي أعمالنا توفى إلينا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن البر لا يبلى، وإن الذنب لا ينسى، وإن الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. أيها الأحبة الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، أبو فراس ربيعة بن مالك الأسلمي، صحابي من أهل الصفة، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلني، أي اسأل ما تريد. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. ربيعة أبو فارس ربيعة بن مالك الأسلمي، صحابي من أهل الصفة، هؤلاء الذين باعوا الدنيا من أجل الآخرة. خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبة بتلقائية، فكان يأتيه بوضوئه وحاجته. في يوم من الأيام قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلني، اسأل ما تريد. فقال دون تلعثم ولا تردد ولا تفكير: أسألك مرافقتك في الجنة. هذه أمنية ربيعة. فقال رسول الله: أو غير ذلك يا ربيعة؟ وكأنه يريد أن يسأله الدنيا، فيسأل رسول الله الدنيا لربيعة. قال: هو ذاك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط بها عنه خطيئة. سبحان الله. السجود هو أن تضع جبهتك وناصيتك ووجهك وأعز ما لديك، شخصيتك. الوجه هو شخصية الإنسان، أن تضعها على الأرض. شوف المفارقة، أنت تسجد والله يرفع مقامك عنده. تحط هيك الجبهة، تحطها على الأرض. ما السر في ذلك؟
ولماذا عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجود ويراد به الصلاة، وتعبيره بالجزء عن الكل؟ لأنها أشرف. الصلاة كلها شريفة وحركتها بكل تعبدية، ولكن أشرف حركة في الصلاة هي السجود. حطت الجبهة على الأرض هذيك، إلا برشا غير المؤمنين تستفزهم. وخاطب الله جل وعلا نبيه أول ما نزل من القرآن في سورة العلق، فقال له واسجد واقترب. فكلما سجدت لله اقتربت منه. وفي الحديث أيها الإخوة: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. شفت المفارقة؟ أنت تهوي بجبهتك على الأرض ويرفعه الله مقامك عنده. السر في أن السجود هو اعتراف بعبوديتك لله وألوهية الله عليك، وتواضع لله تبارك وتعالى. هذا السر الأول. السر الثاني اعتراف منك بأمومة الأرض لك. وبش تذكر أحاديث وآية. الأرض اللي احنا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. كنا تركيبتنا الكل هي تركيبة ترابية أكيد. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: تأكل الأرض كل بني آدم، أو كل بني آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب. وتحدثنا عليه، هذه آخر فقرة من فقرات العمود الفقر، تحدثنا عليه مرة. إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب، أي بني آدم. كلنا نتحلل في الأرض، لا يبقى إلا عجب الذنب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. في آية في سورة المرسلات يقول ربي سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات. الكفت الضم، أي أن الأرض حتى في التفسير يذكر كلمة الأم. الأرض أمنا، أي الأرض تضمنا على ظهرها أحياء وتضمنا في بطنها أموات. تضم منازلنا وقصورنا وأكواخنا على ظهرها وتضم قبورنا في باطنها. فالكفت هو الضم، فالأرض يأمنا وتضمنا. وسجودك على الأرض اعتراف منك بأمومة الأرض لك. الأرض الذي لوثنا ظاهرها، احنا التلويث متاعنا ممكن أبرك، أما عندنا مشكلة كبيرة في العالم وهي التلوث واستنزاف خيرات الأرض، وحتى احنا التلوث اللي عاملينه. هذا السر الثاني. شوف أنت تسجد لله، تسجد تواضعا لله واعترافا بعظمة الله وبأن الله الذي خلقك، وأنك ستعود إلى الأرض ومن الأرض ستنبت. ولكن في الدنيا في آية في سورة الملك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. في الدنيا يريدك الله أن تكون مرفوع الرأس، معتزا بدينك وبإسلامك وبعقيدتك، لا تلقي بالا للمشككين. يريدك أن تنظر إلى الأمام، أن تكون آمالك وأحلامك وطموحك وأهدافك أهدافا عظيمة، ليس آداما سفسف. يعني إن الله يكفي ثم أثر يحقر من الأمور سفسافها. ربما يتحدث ياسر عن الإعلام، وبصراحة أظن وأعتقد وإن شاء الله يكون غلط أن الإعلام له دور كبير جدا في مجتمعنا، عنده دور كبير وخطير.
عندما ننظر نرى أنهم يريدوننا أن نتلهى بسفاسف الأمور. أما الذي ينظر إلى الأمام فمن يمشي مكبا على وجهه حتى في التفسير ينظر إلى قدميه وينظر إلى سفاسف الأمور وينظر إلى الدنيا البسيطة. أما الذي ينظر إلى الأمام يمشي مرفوع الرأس ينظر إلى أهداف بعيدة ويضع أمامه أهدافا عظيمة في الدنيا والآخرة، معتزا بدينه معتزا بعقيدته. بشكناش في عقيدتنا وديننا. هذا الدين بنى حضارة وسيبني إن شاء الله عندما نعرف كيف نفجر نقاط القوة في هذا الدين. أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم ينظر إلى الأمام، ما ينبش في الماضي ويريد أن يعيش الحاضر بالماضي. مستحيل. الماضي نأخذ منه العبرة كما نأخذ العبرة من القصص القرآني، ونغربل تراثنا الديني والحضاري وتقاليدنا وعاداتنا فيه الكثير من الغصب والسمين لنستفيد منه ونأخذ العبرة. صراط المستقيم أيها الإخوة هو صراط في الحديث نفسه اللي ذكرته فيه مجاهدة ومكابدة. هذا صحابي من أهل الصفة، يعني ذو الناس يذكروا في ربي ليل ونهار وخلوا الدنيا وراهم. الصفة مكان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مسقفا، يعني مسجد كان متواضعا جدا. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مسجد بتاع جريد مسقف بالجريد، خرج رجال فتحوا الدنيا. اليوم مساجدنا بالزرابي والثريات، ويبقى الخطاب الديني وتبقى الحلال والحرام داخل المسجد، ثم نخرج إلى الخارج نخلي والآخر كل كاية في المسجد. مش مثلا بتاع زرابي وثريات. راهو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام صنع الرجال، مصنع كان للرجال. هذوما كانوا التالي فقراء المسلمين. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود. ايش بيها النفس؟ أخوة النفس تحب الراحة، تحبش تقوم على الصباح لصلاة الفجر، نم أمامك ليل طويل. كانت الدنيا شتاء تحب تفي، كانت الدنيا صيف نحب السهر. احنا نسهر بكيفية غريبة. راهو النفس تريد الراحة، تريد الدعاء، تريد السلاسة، تريد اليسر. فإذا كان في الحرام فذلك هوى النفس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. إذن الصراط المستقيم الذي نريد أن نذهب إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هو صراط علامات الطريق فيه. تعرفك العلامة بتاع الطريق وتبدأ ماشية؟ علامات الطريق فيه هي صلاة الفجر، إقامة الصلاة، هي الصوم، هي الزكاة، هي الطاعة، هي العبادات. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أكبر ما فماش نية أخرى، ما فماش نية أخرى لله. الحديث واضح وجلي وصريح. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ساعات يجيك واحد ما يصليش يقول لي كان خير منك، خير من اللي يصلي والكل باش تدخل الجنة. يا ليت لوش فيه الجنة توسع الناس الكل. الحديث يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أخي المؤمن، أنصحك وأنصح نفسي، إياك وأن تتخذ واسطة إلى الله. ما تاخذش واسطة لا حيا ولا ميتا. ورد بالك تتخذ إنسان قدوة لكن لا تتخذ واسطة. فأنت أقرب الناس إلى الله والله أقرب منك من غيرك. إذا صدق النية وكنت صادقا مخلصا منيبا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. عاد من اللطائف يقولوا لطيفة، هم كيجوا يفسروا القرآن يقولوا لطيفة. مش معناتها لطيفة؟ يعني ملاحظة. يقول كلما جاءت كلمة اسأل في القرآن ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا
ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. جابونا واحد المرة قال علماء نظروا تونس ايه؟ قال حلوا الخمر. شكون قال الخمر حرام؟ قال الكل جميع العلم. قال علماء نظروا تونس. لا إله إلا الله. يجب أقوله للصباح. هذا ما علم من الدين بالضرورة. أحكيه للصباح. معناش نصنفوا لسفاسف الأمور وسفاسف الناس. قال علماء الأزهر وعلماء تونس سيء. قالوا حلوا الخمر. فجاء في سورة البقرة يقول العلماء لم يقل الله سبحانه وتعالى فقل إني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فقالوا ذلك إشعار للمؤمن بشدة قربه من الله. ورد بالك بالواسطة. برا استعمل واسطة في الإدارة. أما باش تمشي لربي المشي امشي وحدك ما تخافش. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. رد بالك بالواسطة. زادك طاعتك إخلاصك نيتك إنابتك أي الرجوع إلى الله صدقك مخلصين له الدين. اخلص يكون عندك إخلاص لله. غايتك ما يرجوه كل إنسان مؤمن سعادة الدنيا والآخرة. ومن يعتقد أن السعادة في المال فقد ضل واللي يعتقد السعادة في المناصب وكل فقد تاه وضاع. ما السعادة فاش؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدقني أكبر سعادة أنك تشعر بالاطمئنان والرضا على وضعيتك وتشعر بالقناعة وتشعر أن الله قد حباك بصحة بزوجة بأولاد نجم تاكل. الاطمئنان النفسي هذا راهو ما يتشراش بالفلوس. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا في الدنيا. بمجرد الموت إذا استقمت على الطريقة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال كثير من العلماء عند النزع. شفت النية متاع ربي محفوفة بالمكان الصحيح. النفس لا تريد الطاعة تنفرد من الطاعة. ما تحبش القيود ما تحبش القمال ما تحبش كذا ما تحبش الوقت والصلاة في وقتها. الصومان يقلق فيه مشقة. ردمان ما نقولوش العبادات ما فيهاش مشقة. فيها مشقة ولا بد من المشقة. وإذا لم تكن كذلك بل شنو الثواب اللي عنا؟ شنو الثواب؟ هذا هو الطريق إلى الله أيها الإخوة الكرام. ينتهي إن شاء الله. الصحابي ايش قال له؟ ينتهي بملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أريد مرافقتك في الجنة. هذه الثنية اللي تهز ربي من غير واسطة. شنو الزاد متاعك؟ الطاعة والعبادة والإخلاص والإنابة. الهدف متاعك ما نرجوه كلنا سعادة الدنيا والآخرة بحول الله. إذا استقمت على الطريقة واستقمت على أمر الله فإنك ستصل إلى الله سبحانه وتعالى. تكونك الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا الصحابي الجليل لم يطلب دنيا. حتى كان النبي قال أو غير ذلك لم يطلب دنيا. قال هو ذاك يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. يا رب فرج كرباتنا آمن روعاتنا
استر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. اللهم نسألك الغيث يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما يقوله السفهاء منا يا رب العالمين. آمين. سأنقل لكم مقطعا أيها الإخوة الكرام، وكل حد يعني يأخذ كما يأخذ مثالش. اطلعت عليه في شبكة التواصل الاجتماعي لدكتور وعالم وطبيب بدأ رحلته بالشك وانتهى باليقين، يعرفه الكثير منا وشباب ربما لا يعرفونه، وقد توفي منذ بضع سنوات. اسمه مصطفى محمود، وكان له كتابات وبرامج تتحدث عن العلم والإيمان، وهو مدخل جميل جدا ومدخل دقيق جدا للإيمان، العلم، الإعجاز العلمي. وفي مقطع أنا رأيته وأردت أن أنقله إليكم، كل حد يفهم مثال. يعني يتحدث رحمه الله الدكتور مصطفى محمود، يقول أنه ذهب إلى المغرب فلقيته امرأة، وربما بعض الأخوان شافوه يعني هذا المقطع في شبكة التواصل الاجتماعي. يقول لقيته امرأة عمرها 60 سنة، فرنسية الجنسية. هذه المرأة قصت عليه قصة وواقعة ينقلها هو بفمه، وسمعتها منه رغم أنه هو ميت، لكن توا وسائل التواصل، ونقلها عن المرأة. وهذا يعني سلسلة من التواصل، يعني سلسلة كما الأحاديث، يعني جرح التعديل. احنا الشخص هذا يعني ثقة كان، وهو رجل يعني إن شاء الله لن نزكي الله حد، وينقل القصة هذه. يقول هالمرأة هذه حكيت له القصة هذه باش نحكيها ني توا، ترقق القلوب. وحتى في الأحاديث الضعيفة، الأحاديث التي ترقق القلوب يقبلها العلماء. قالت هذه المرأة تحدثه تقول له أنا امرأة فرنسية جئت إلى المغرب في زيارة وفي فسحة، فرأيت رؤيا، ربي أكرمها برؤيا. وهذا أنا زاد قريت زوز كتب على واحد أمريكي ربي أكرمها برؤيا وهي مسلمة. قالت رأيت شخصا جميل المنظر، له هيبة وله وقار، يعطيني كتابا، فألقي في روعي لما تقول أن هذا نبي الإسلام وأن هذا الكتاب هو القرآن. قالت فلما قمت ذهبت واشتاقت نفسي لدراسة الإسلام ومعرفته، ولم ترجع مع أقرانها أو الذين جاءوا معها إلى المغرب، رغم أنها لاموا عليها. قلت لهم أنا مش نقعد في المغرب، نقعد. ودرست الإسلام وتعلمت القرآن وتعلمت اللغة العربية وأسلمت. مش هذا الموضوع. تقول له هي المرأة، قالت له بعد فترة أصابني، عفاني وعفاكم الله، أصابها مرض خبيث وأورام في صدرها. حطت يدها على زرها تلقى أورام خبيثة جدا، فذهبت إلى الطبيب، فقال لها الطبيب إن هذا المرض قد تقدم كثيرا ويستحيل استئصاله، ولا أستطيع أن أفعل لك شيئا. فقال لها أقرباؤها وأصدقاؤها نأخذك إلى فرنسا وإلى باريس والمغرب ربما الطب متاعها، فرفضت ذلك. ولاموا عليها من كثرة يعني تقول واحنا صحة راسها. تقول المرأة وتروي لمصطفى محمود، تقول له جلست أصلي، نحب احنا السجود والصلاة، احنا خطر ساعات نبدأ من غير روح. قالت المرأة فبدأت أصلي حتى شعرت وكأن كل خلية من جسدي تصلي. تعبير دقيق جدا. المرأة قالت بدأت تصلي حتى شعرت أن كل خلية من الجسد بتاعها تصلي إلى الله وتبكي بكاء وتناجي الله. هي تقول له، قالت له يا رب لقد ضحكوا عني ودخلت الإسلام وسخروا مني أهلي وسخروا مني كذا وما رزق، ويسخرون مني ومن إسلامي ومن كذا، ويظنونني بالعربي درويشة وكذا. يا ربي ألتجو إليك لتشفيني وتخلصني من هذا ثم قالت المرأة أنها نامت على السجاد. تقول المرأة أنها لما استيقظت وضعت يدها على صدرها فلم تجد شيئا. هذه رواية أنا قلت لكم كيف انقلتها، والحقيقة مش المرة الأولى يعني تعترضني. فذهبت إلى الطبيب، احتار الطبيب في أمره. شفت شاف هي بجودة المرأة هذه، هي بجودة بحمها بدمها بشحمها، نفس التشخيص، نفس كذا، نفس شنو. الطب لا جواب له. الطبيب المحترم يقول ليس لي جواب. أيها الإخوة، هذه المرأة أخذت بالأسباب كأنها كل شيء.
ذكروش تحدثنا عن التوكل. وذهبت إلى الطبيب وشخص لها المرض وأخذت الدواء، ولكنها توجهت إلى رب العزة ورب الأسباب وخالق الأسباب، وكأن الأسباب لا شيء. فخالق الأسباب يجعل من الأسباب ما لا نعلمه أحد، وربما فم الأسباب الآخر يكتشف الطب ويشفي من يلتجئ إليه بإنابة وبقلب خاشع وبالبكاء، ويكلم الله دون حجاب. وتكلم ربي منك ليه؟ باللغة. أنا يورثني واحد ساعات يقول لي البارح كنت نتكلم فيه هيك بلغة هيك، واحد والله نبدأ نسمع فيه يقول لي قلت كذا وكذا وعطاني هيك تعجبني الطرافة، يقول لي روح ثاني هو ودي كاش خدم هو كذا، يقول راني قلت له يا ربي راهو سيء ما هذه يعني علاش واحد والله العظيم عرضني واحد ربما ما يصليش قال ايش فيكم الدين ايش فيكم صعبتوش؟ قلت له ما صعبنا حتى شيء. هذه هي طريق العقيدة، أسهل منها ما فماش من أبسط وأسلس وأبن من عقيدة التوحيد. رد بالك من الواسطة أخي المؤمن، رد بالك أنت واسط على يد الله. كنا عندنا هموم وعندنا مشاكل وعندنا أمراض وعندنا كذا، ولا تخلو الدنيا من أمراض. عاد ماذا بينا قول ربي سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نجعل الصلاة يعني جزء من استعانتنا على هموم الدنيا وجزء من تقربنا إلى الله، ولكن نصلي بصدق وخشوع وركعة في جوف الليل بصدق وخشوع وتواصل مع الله خير ربما من عشرات الركعات ربما يكون فيها نوع من الرياء. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.